السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده حبيت اشارك معاكم فيديو جديد. آم، ازاي نعمل رز بالخضار بالفراخ. حتى لو ما عندناش فراخ ممكن نعمله كده بس من غير اي فراخ او لحوم. صحي وطعمه حلو وبيعجب الاطفال، لان طبعا الالوان فيه الجزر والبسلة والرز بيبقى اصفر فبيعجب الاطفال قوي. حبيت اشاركه معاكم النهارده، بجد ريحته حلوه قوي 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 قوي. يعني بتحسي وانت بتعمليه انك انت عارفه اكل الافراح كده، ريحته شبه ريحه الافراح كده. ريحته حلوه قوي ومغذي ومفيد، يعني لو جربتيه بالطريقه دي هتعمليه على طول. في حله كده على النار حطيت شويه زيت. هنشوح بس حتة الفراخ اللي معانا. ده ورك كان عندي في الفريزر فطلعته وخليته وقطعته كده. ولو ما عندكيش فراخ خالص، لو ما عندكيش اي لحوم، تقدري انك انت تستغني عنهم. هو اصلا الخضار بيبقى طعمه مسكر وبيخلي الرز طعمه حلو يعني. فهشوح كده حتة الفرخة اللي معايا دي، هي ورك بس، يعني حاجة بسيطة كده وممكن تستغني عنها خالص كمان. وممكن لو عندك كبدة او قناصة برضو تستخدميهم عادي. هشوحها كده لغاية بس ما لونها يغير معايا. وهنضيف لها البهارات. بس اهم حاجة كل ده يكون على نار عالية، بتنزلي الفراخ على نار عالية عشان بس ما تنزلش مية. على نار عالية تبدأي انك انت تصدميها كده وتشوحيها كويس. وبعد كده بضيف لها برضو شوية فلفل اسمر كده يتشوح برضو معاها يتحمص. معاها كده يديلها طعم برضو. آه، حطيت شوية من الفلفل الأسمر هتشوح كده مع بعضها. وبعد كده أنا كنت فرمت بصل في الكبة. بصلاية كبيرة أو اتنين متوسطتين. يا بصلاية كبيرة يا اتنين متوسطين يعني. ففرمت البصل يعني عشان ينجز معايا وقت. لان انا بعمل الاكل ده قبل ما ابني يجي من الحضانه، يعني مفيش. خدت بقى معلقه واحده بس، حطيتها كده مع الفراخ تتشوح كده. زي ما قلت لك، لو ما عندكيش فراخ تقدري انك انت تستغني عنها خالص. تتشوح بس كده تاخد من ريحه البصله وبس. وباقي البصل انا سبته عشان خاطر هضيفه بقى لايه للرز وللخضار. يعني هدمج طريقتين كأنك بتعملي رز بسمتي، بس هو اصلا رز مصري. فدمجت الطريقتين مع بعض بحيث ان الرز المصري ما يطلعش معجن، وبرضو يدينا طعم حلو زي الرز البسمتي. خلاص الفراخ اتشوحت معايا، ما ضفتلهاش اي حاجه غير بس الفلفل الاسمر. وبدات بقى ان انا اشيلها كده، لان مش هينفع تكمل تشويح معانا، هتبقى طبعا عامله زي ايه. مش هتبقى حلوه، هتبقى جامده كده ومش طريه ومش حلو. فانا بس اديتها تشويحه، هي تعتبر اصلا دخلت في سوا خلاص. فنقلتها بقى عشان خاطر ايه ابدا اشوح بقى ايه الحاجات اللي هنضيفها على الرز، كله في حله واحده. يعني هي نفس الحله دي اللي هتكمل معايا للاخر. ضفت كده معلقه من السمنه. طبعا انا كنت حاطه زيت في الاول، حطيت معلقه سمنه. وهنزل بقى بالبصل بتاع الرز. طبعا بصلايه تفرميها ناعم او تعمليها في الكبه او تبشريها مش فارقه. معاها فص ثوم، كنت حاطه معاها فص ثوم في الكبه. ف اتفرموا كويس وبعدين نزلت بهم كده على الزيت، وطبعا معلقه السمنه اللي احنا قلنا عليها. لو ما عندكيش سمنه تقدري انك انت تستغني عنها خالص، ملهاش لازمه. بس هي بتدي بس طعم حلو. فشوحت بقى البصل تشوحيه، يعني تشوحيه يدبل بس مش يتحرق، ما يحمرش معاكي بس يدبل بس. حطيت البصل وحطيت له شوية من الفلفل الأسمر. وهبتدي بقى احط كل المنكهات بتاعة الرز مع البصل، بحيث ان هو يتحمص مع السمنة يتشوحوا كده مع بعض وريحتهم تطلع كده. هو ده اللي بيخلي الرز له طعم حلو، وهو ده اللي بيدي نكهة للرز. حطيت شوية من الملح برضو عشان البصل يدبل. وحطيت فلفل اسود. هحط دلوقتي بقى المنكهات. لومي. اللومي اهم حاجة معايا، لومي. لو ما عندكيش لومي مش هينفع، بس هو بصراحة بيدي طعم حلو قوي للرز وريحة جميلة. حطيت 2 لومي، وحطيت 2 ورق لورا، وحطيت 2 حبهان، وحطيت 2 قرنفل، وحطيت فصين مستكة. بس الحبهان ما تفتحيهوش ما تكسروش، تسيبيه زي ما هو، عشان بس الحاجات اللي فيه ما تنزلش في الرز وتأذي حد وهو بياكل.
ورشيت رشة من القرفة، ورشيت رشة من الجنزبيل. كل ده على البصلة. طبعا بتبتدي بقى تشم الريحة التحفة وانت شغالة كده. ساعة ما بتحطي القرفة بتشمي ريحة بصراحة جميلة قوي قوي قوي. انا من الناس اللي بحب القرفة في الاكل بصراحة. هي مش مديه اي طعم، بس هي اول ما حطيتها اديتك كده ريحه مع البصله حلوه. هبتدي بقى اشوح الجزر. في ناس بيعملوا الرز من غير ما يشوحوا الخضار. طبعا انت براحتك، بس الطريقه دي يعني بتديكي طعم حلو قوي للخضار. وبالذات لو انت هتعمليه كمان من غير لحوم او فراخ، الطريقه دي كويسه جدا ومناسبه، عشان خاطر بتديكي طعم حلو قوي للخضار. شوحت الجزر مع البصل، وبعدها كده لما دبل بدأت ان انا حطيت البسلة يتشوحوا بقى كده مع بعض، ياخدوا كده من ريحة التوابل اللي معاهم. رشيت رشة برضو من الفلفل الاسود ورشة من الملح على الخضار، وسبته بقى بدأ يتشوح كده مع نفسه. طبعا في الوقت ده كنت انا غسلت الرز وحطيته يتصفى. بدأت بقى عفوا. بدأت بقى ان انا احط الرز برضو مع الحاجات دي برضو يتشوح كده، ياخد تحميصة كده مع النار. والخطوة دي هي اللي بتخلي ان الرز بتاعك ما يكونش معجن لما تخلصي، لان الرز المصري من السهل ان هو يعجن. فالطريقة دي بتضمن لك ان الرز ما يعجنش معاكي خالص. لانك انتي بتشوحيه في المادة الدهنية، ما بيعجنش منك. عكس لو انتي حطيتي البهارات والمنكهات بتاعتك وبعد كده ضفتي مية وتغلي وبعد كده تحطي الرز، ممكن يعجن منك. لكن بالطريقة دي هتضمني ان عمره ما هيعجن منك. ضفت شوية كده من الفلفل الأسمر، وحط بقى الملح بتاعه. برضو سبته برضو يتحمص كده مع نفسه شوية. وهنبتدي بقى ان احنا نضيف له المية السخنة. في الوقت ده كنت انا مشغلة الكتل على مية سخنة. وهنبتدي بقى ان احنا نحط له معيار المية بتاعته. ضفت الكركم. الكركم مهم ان هو برضو ياخد تشويحة كده مع الرز مع الخضار. برضو بيخلي الطعم بتاعه كده يبان، وهو ده بقى اللي بيعمل الريحة الحلوة يعني. ضفت بقى الفراخ. خلاص كده بقى ما ينفعش ان انا كنت اسيبها طبعا في التشويح ده كله، لان طبعا كانت هتبقى حاجة تانية مش فراخ. فضفتها بقى خلاص يعتبر، يعني دي اخر خطوة. وحطيت بقى المية السخنة واحط له عياره. طبعا الكمية دي يعني الكمية ككل مش رز، الكمية ككل رز وخضار. وطبعا الخضار ممكن يستوي على البخار، مش شرط يعني ان احنا نزود مية. فانتي يدوبك هتغطي الرز مش فوق الرز كمان، بعقلة ولا حاجة، لا. هتغطي الرز بس، يعني اقل حتى من معيار الرز العادي. هتغطي الرز بس وهتقلبيه. وبعد كده لما يبتدي ان هو يشرب ميته ويغلي كويس ويشرب ميته، هتنقليه على عين صغيرة خالص، وتسيبيه بقى تلت ساعة بالظبط، وهيكون بقى كويس معاكي استوى. والخضار هيكون استوى، وما شاء الله يعني ريحته وطعمه جميلة قوي قوي قوي، واعتقد ان كل الاطفال هتحبه. بعد تلت ساعة، تلت ساعة او 25 دقيقة يعني براحتك انت، كل ما تسيبيه على نار واطية كل ما هيديكي نتيجة احسن. بدأت خلاص بقى كده خلص. غرفته بقى، وهنا بوريكم ان هو يعني ما شاء الله مش معجن ولا حاجة، وطعمه حلو وريحته حلوة. لو عملتوه بالطريقة دي هتحبوه قوي. ممكن كمان تعملوه في العزايم. طعمه حلو وشكله حلو، وما كلفناش اي حاجة وسريع. ممكن تعمليه من غير لحوم